ليه تشتريها بالغالي لما ممكن تعمليها في البيت بأقل كمان من ربع تمنها؟ النهارده هنعمل المكشكشة ترند رمضان 2023، جامدة جدا وخطيرة جدا، وكمان هنعملها في البيت بأقل بجد من ربع تمنها. هي بجد سهلة سريعة واقتصادية، عبارة عن جلاش وسهلة جدا وسريعة كده تعمليها في ثواني. المكشكشة النهارده هنعملها سهلة وبسيطة زي ما قلت لكم، ومقادير طبعا متوفرة في كل بيت. بلفة جلاش هنعمل الجمال اللي انتوا شايفينه ده. فلو عجبكم الفيديو اتفرجوا عليه للآخر، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. اول حاجه كده يلا نبدا فيها هي الكريمه اللي احنا هنعملها، اللي هنحشي بيها الجلاش. محتاجه هنا كده كوبايتين من الحليب او اللبن كامل الدسم، احطهم كده في حله او كسرولة اللي انا هعمل فيها. هحط عليها معلقه كبيره مليانه من الكريم شانتيه، وهحط كمان معلقه ونص من بودره الكاسترد. انا حطيت هنا معلقه، احط النص معاكم. وهحط كمان معلقه من النشا، تقدري تستخدميها كلها نشا، بس انا حبيت احط الكاسترد بيدي نكهه حلوه وكمان بيدي لون. وحطيت كمان معلقتين كبار من القشطه، ومعلقه كبيره من اللبن البودر، ومعلقه كبيره من السكر، معلقه واحده بس من السكر. بقلبهم كده كويس جدا مع بعض الاول على البارد. لو متوفر عندك القشطه العلب بدل القشطه البلدي، انا استخدمت النهارده قشطه بلدي. لو متوفر عندك قشطه علب استخدمي علبه من القشطه، تدينا نكهه، بس هتحطيها بعد ما الكريمه بتاعتنا تتقل، بعد ما نطفي عليها يعني على النار. هبدا كده ان انا ارفعها على النار واستمر في التقليب المستمر لحد لما تتقل معايا. اهم حاجه عشان ايه ما تشطش معانا من تحت وتتلسع. فكده على نار هاديه، واتاكد كده ان النشا يعني استوت معانا، عشان ما يبقاش بعد كده طعم النشا ظاهر. بديها كده غلوه لحد لما تبقبق كده. وبعد كده ببدا ان انا اطفي عليها وبسيبها كده تبرد براحتها. يعني انا مش عايزاها تبرد قوي، يا دوبك تبقى دافيه لحد لما اخلص الجلاش ورصه الصينيه اللي انا هعملها. فهركنها كده على جنب، ونبدأ بقى نجيب الجلاش بتاعنا. هنا معايا كده لفة من الجلاش يكون كده طازة كده وطري معانا. ببدأ كده ان انا هعملها في بايركس، فبقطع الجلاش كده على قد البايركس اللي عندي، او صينية او اي حاجة انت هتعملي فيها. بعد كده بجيب البايركس كده، وبجيب السمنة بتاعتي مسيحاها حوالي كده نص كوباية من السمنة تكون سايحة. وببدأ ان انا اللي هي هورق بيها الطبقات وهدهن بيها الصينية وكل حاجة. هبدأ كده ادهن البايركس بتاعي كويس جدا من تحت. بعد كده اجيب ورقة كده من الجلاش واحطها كده من تحت في القاع كده. وبين كل ورقة وورقة زي ما احنا عارفين هدهن بشوية من السمنة. حطيت كده ورقة من الجلاش ده، انا دهنت شوية من السمنة. بعد كده ورقة من الجلاش، وهدهن شوية برضو من السمنة. وبعد كده شوية جلاش، وهكذا طبقة جلاش، وادهن ما بين كل واحدة وواحدة سمنة. حطيت انا هنا حوالي مش اقل من 12 ورقة جلاش، يعني انا حطيت كده في الارضية يعتبر 3/4 لفة الجلاش من تحت، او يعني ما يقلش عن 12 ورقة علشان برضو تبقى معاكم كده. لان هو طبعا يعني بيبقى رفيع، فايه يبقى معاكم حلو وتدينا طبقات كتير. فانتي ممكن عادي تحطي يعني على عدد الطبقات اللي انتي حباها. هي في الاول وفي الاخر بتورق معانا وبتبقى لطيفة جدا. فانا حطيت هنا 12 ورقة من الجلاش من تحت. حابة تكتري حابة تقللي، بس يفضل ما تقلليش، يعني هو ممكن تكتري لكن يفضل ما تقلليش عن كده علشان ما تبقاش معانا رفيعة خالص. فببدأ بقى كده احط الجلاش، طبقات الجلاش ما بينهم السمنة بالشكل ده. واخر واحدة مش بحط عليها سمنة، اللي هي اخر واحدة ديت اللي احنا هنحط عليها الحشو. بعد كده بجيب الحشو الكريمة اللي احنا عملناها بالشكل دوت. هي كانت لسه دافية عادي مش مشكلة. بعد كده ببدأ ان انا افردها كده على البايركس كله او الصينية كلها اللي انا عاملة فيها بالشكل ده. اوزعها كده كويس جدا، بحيث ان كلها كده تبقى متساوية، وحسب بقى كمية الكريمة اللي انتوا عاملينها. كريمة حلوة جدا ولذيذة وهتعجبكم جدا. خلصنا بقى كده طبقة الجلاش اللي من تحت والكريمة. نعمل بقى الكشكشة اللي من فوق، اللي هي الاختراع السنة دي بتاع السنة دي. هنعملها ازاي بقى كده؟ بجيب ورقة جلاش برضو، ببدأ ان انا ادهنها بالسمنة. ببدأ بقى ان انا اكشكشها ازاي، بكشكشها زي كأننا بنعمل مروحة، المروحة اللي هي بتاعت زمان دي اللي احنا بنعملها بالورق. ببدأ ان انا اكشكش ورقات الجلاش كده زيها. او اعملها برضو معاكم مرة تاني علشان تشوفوها ازاي عملتها. بجيب ورقة كده من الجلاش وبدهنها بالسمنة. بعد كده ببدأ ان انا اكشكشها او المها كده على بعض زي ما هو موضح في الفيديو، واضح جدا. بعد كده بقى ايه احطها في الصينية او البايركس كده اللي انا عاملة فيه فوق الكريمة على طول. تقدري تحطي طبقة من يعني طبقة سليمة من الجلاش فوق الكريمة، وتقدري ان انت تعملي الكشكشة دي على طول على الكريمة، زي ما انت عايزة، يعني دي تنفع ودي تنفع.
تقدري تحطي ورقتين فوق الكريمة وبعد كده بتعملي الكشكشة دي، يا اما تحطي اللفات الجلاش المكشكشة دي فوق الكريمة على طول. زي ما انتم شايفين كده كشكشناها كده وبقت لطيفة وشكلها حلو جدا وشكلها جميل. ابدأ بقى ان انا اكمل بقى باقي الصينية بتاعتي بالشكل دوت لحد لما اخلص كل الصينية تبقى كلها كده الوش من فوق مكشكش بنفس الشكل ده بالطريقة دي. كده خلصت كده كل الصينيه بتاعتنا، شايفين شكلها تحفه جدا وجميله جدا ومديه منظر حلو قوي. بعد كده هبدا بقى كده اجيب بس مسحه صغيره جدا من السمنه. انا كده يعني حاطه كميه سمنه حلوه اثناء الكشكشه بتاعه الجلاش. بعد كده ادخلها الفرن لحد لما تتحمر معانا وتاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. واول ما تطلع بنسقيها بالشربات. هي بقى صراحه الوصفه الاصليه بتتسقي بالحليب المكثف المحلى. لو انتم متوفر عندكم حليب مكثف محلى يبقى اول ما تطلع من الفرن بنسقي بيه الحليب المكثف المحلى. انا ما كانش متوفر عندي المره دي فسقيتها بالشربات وطلعت تحفه جدا تحفه جدا جدا. فاللي متوفر عندكم اعملوه. لو انتوا حابين تسقوها بالحليب المكثف المحلى اول ما تطلع من الفرن برضو كاننا بنسقيها بالشربات وبتطلع برضو طعمها خطير جدا. او تسقيها بالشربات زي ما انا عملت يبقى يا حليب مكثف يا الشربات عادي التقيل البارد اللي هو بتاع الكنافه والجلاش اللي احنا بنستعمله. بس كده حطيت عليها شويه من الفستق المجروش كده من فوق زي ما هي معموله كده وبتتباع ومشهوره بيها. ونبدا بعد كده بقى نقطعها مقرمشه وجميله جدا جدا وحلوه وواخده لون حلو وريحه السمنه فيها خطيره وطعم الحشوه دي مميزه جدا. هقطعها كده معاكم واوريكم شكلها كمان من جوه هتعجبكم جدا. وزي ما انتم شايفين كده بلفه جلاش عملنا حاجه حلوه سهله سريعه شكلها شيك في نفس الوقت. ولو عملتيها في العزومات بجد هتبهر كل اللي هيدوقها. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ الكشكشه اللي من فوق بعد ما خدت اللون الذهبي هي بقى اسمها مكشكشه علشان بنكشكش ورق الجلاش زي كده. هقدمها بقى كده في الطبق بتاعنا وشوفوا بقى الحشوه من جوه خطيره بجد خطيره. هقطعها لكم برضو كده من جوه علشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. بصوا ما شاء الله مقرمشه وجميله جدا. وزي ما قلت لكم حابين تسقوها بالشربات او حابين تسقوها بالحليب المكثف برضو بيبقى تحفه طعمها. فاللي انتوا حابينه او اللي متوفر عندكم. فيا رب ان شاء الله النهارده وصفه المكشكشه تكون عجبتكم. وصفه سهله وسريعه زي ما اتفقنا كده وقلت لكم وزي ما انتم شايفين بلفه جلاش عملنا حاجه تحفه جدا. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي.